الحمد لله. عندنا اليوم سورة الشرح، تسمى أيضا ألم نشرح. هذه سورة مكية، أي نزلت في مكة، لآيات 8. ترتيبها بالمصحف 94. نزلت بعد سورة الضحى. بدأت هذه السورة بأسلوب استفهام: ألم نشرح لك صدرك. والمخاطب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في السورة لفظ الجلالة على الإطلاق. محور هذه السورة يدور محور السورة حول مكانة الرسول الجليل ومقامه الرفيع عند الله تعالى، وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرح صدره بالإيمان وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان، وتطهيره من الذنوب والأوزار، وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاناه من قريش عما يلقاه من أذى الفجار، وتطيب خاطره الشريف بما منحه الله من الأنوار. قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.